السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هعمل معاكم قرصة فلاحي محشية بالعجوة. اللهم بارك، القرصة طالعة خفيفة جدا وكمان طرية بعد السوى، وكمان شكلها بجد طالع تحفة. اللهم بارك، حاجة كده في منتهى الجمال. القرصة بتتكلم عن نفسها، مش محتاجة ان انا اتكلم عنها. انا عايزاكي بقى تجربيها بس بعد ما تشوفي الطريقة كاملة للاخر. ويا ريت بقى لو اول مرة تشوفي قناتي يا ريت تدعميني باللايك واشتراك للقناة علشان يوصلك مني كل جديد. في الاول كده هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. لو حابة بقى ان انت تعملي القرصة الفلاحي مظبوطة 100%، انا هقولك بقى على مقدار الكيلو. تقدري انت تطبقي مقدار الكيلو على ايه مقدار انت حباه. انا في الاول نزلت ب200 جرام مية دافية، ونزلت عليهم ب200 جرام حليب دافي. يعني انا في اول العجين ما نزلتش الا ب400 جرام، ونزلت بقى عليهم كده ب100 جرام سكر. لو مش حباها مسكرة ممكن تقلي في السكر شوية تحطي 80 جرام. ونزلت كمان عليها ب100 جرام زيت، والزيت يكون ابيض معاكي بس عشان يديك طعم حلو في القرصة. وكمان نزلت بمعلقة خميرة فورية كبيرة، حوالي كده على الميزان 10 جرام. وفي الاخر خالص انا ضفت معلقة خل. وفايدة الخل في اي معجنات بيخليه خفيف جدا بعد السوى. وبعد كده قلبت لحد ما السكر داب، وكمان ريحة الخميرة ظهرت معايا، فكده اتأكدت ان الخميرة نشطة. لو حابة بقى تختبري الخميرة اختبريها في مية بس. لو عملت معاكي فقاعات تبقى كده الخميرة نشطة تقدري تشتغلي بيها. وبعد كده نزلت على طول بالدقيق ونخلته كويس. في الاول انا كده معايا كيلو، ومع الدقيق ضفت معلقة بيكنج باودر كبيرة وربع معلقة ملح. وما ننساش الملح علشان بيظبط معانا اي معجنات. في اول العجين انا قلبت بالمعلقة، وبعد كده لقيت لسه في دقيق، جبت 200 جرام مية. وهقولك في نهاية العجين هي اخدت معايا مية قد ايه. يا ريت بس تمشي على نفس خطوات العجين في اي معجنات انت هتعمليها. يعني عجيني العجينة يابسة ونحتاجت معاكي مية، تقدري بقى تطري في العجينة واحدة واحدة. العجينة كده هتصلي بقى للعجينة المظبوطة في الاخر، وكمان هتكون اتخدمت معاكي كويس. اما العجينة الطرية هتغلبك في العجين وفي التشكيل، والنتيجة في الاخر هتطلع معاكي مش مظبوطة. احنا عايزينها بقى قرصة خفيفة، كمان ما تكونش مكتومة، تكون خفيفة. فاحنا ننزل بالمية واحدة واحدة. الخطوة دي هتخلي القرصة معاكي خفيفة، وكمان تكون اللهم بارك قرصة زي الفينو. وكمان طعمها هتكون قرصة فلاحي علشان احنا عجنينها بالحليب. ولو حابة كمان ان هي تكون احلى بكتير هتضيفي بدل ال100 جرام زيت هتضيفيهم سمنة. بس تعجني العجينة واظبطيها. هي اخدت معايا مية قد ايه بالظبط؟ اخدت 460 جرام. بس العجينة كده طرية بس ما فيهاش تلزيق جامد. هنشتغل بقى في العجينة على طول، يعني هنقطعها. انا قطعت كده القطعة على الميزان، عملتها 55 جرام. لو ما فيش ميزان اعمليها بقى قد الليمونة الوسط، وحاولي بقى تظبطي القطع كلها حجم مناسب. وبعد ما تقطعي بقى على طول هتغطيها بكيس عشان ما تعملش معاكي طبقة ناشفة. يعني انا عملت الكيلو كده على الميزان عملته 30 قطعة. بعد بقى ما خلصت على طول غطيته بالكيس وهركنهم لحد ما اجهز العجوة تكون ارتاحت معايا شوية. انا ضفت مع العجوة معلقة سمنة كبيرة ومعلقة سمسم علشان بس يطر العجوة وكمان يخلوها طعمها حلو. انا العجوة دي انا عاملاها في البيت، بجد بتبقى احلى من اللي احنا بنشتريها. هي طرية يعني اقدر ان انا احشي بيها، وكمان هتخلي طعم القرصة بجد تحفة. انا على طول ما كنتش بحب اعمل اي حاجة بالعجوة علشان خاطر العجوة الجاهزة كل ما بجيبها كده بيكون فيها حاجة بتقرش. فاحنا عملنا العجوة في البيت متأكدين ان هي نظيفة، وكمان العجوة طرية ولونها فاتح مش غامق. هعمل بقى هكور العجوة. يعني هعمل بقى كده على حسب العجينة اللي انا قطعتها. يعني انا عاملة 30 قرصة هعمل 30 قطعة عجوة. وبعد كده هركنهم بقى جنبية. يبقى انا كده حضرت الحشوة، قمت بقى شطفت ايدي ورجعت للعجينة تاني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. يا ريت بقى لو لسه بتشوفيني يا ريت تدعميني بلايك جميل منك. يلا بقى حطوا لايك وتعالوا نكمل مع بعض بقية الخطوات. هنفرد العجينة الأول، وبعد كده ناخد قطعة العجوة ونفردها. هتضغطي ضغطة بس على العجوة، وبعد كده هتحطيها في قلب العجينة وتقفلي عليها. نقفل بقى كويس، وبعد كده هنقلب بقى قطعة العجين وهنضغط عليها ضغطة واحدة بس. القرصة هتفرد معانا علشان العجينة مخدومة وطرية. ضغطة واحدة هتلاقيها أوسعت. واللهم بارك، كل بقى ما عجينة القرص بترتاح كل ما هتبقى سهلة جدا في الفرد. ولو ايديك بتوجعك من فرد القرصة او بتفرديها وبتلم معاكي تاني، اصبري بقى عليها شوية لما ترتاح هتبقى سهلة معاكي في الفرد. او تجيبي اي حاجة تقيلة عندك، طبق تقيل هتضغطي بيه. بس قبل ما تضغطي هتحطي كيس علشان ما يتلزقش معاكي في الطبق.
ضغطة واحدة هتلاقي بقى القرصة اتدورت وساعت معاكي وهتبقى مدورة زي ما عملنا في القرصة السادة الفلاحي. يعني لو قادرة تعملي كده بايديكي اعملي، مش قادرة هتعملي بطبق تقيل او اي حاجة عندك تقيلة وهتضغطي. اهم حاجة بقى خلي سمكها معاكي في الوسط، ما يكونش تخين قوي ولا رقيق قوي. وبعد كده بالسكينة او بمقص وتفتحي كده القرصة، يعني تعمليها 5 فتحات او 6. يعني اهم حاجة تديكي الرسمة الوردة وتبقى شكلها حلو معاكي. لو عجينة القرصة بتلم معاكي هقولك بقى العجينة يابسة وانتي لتتيها قوي، فهتصبري بقى على العجينة بعد ما هتقطعيها لحد ما ترفع معاكي وتخمر. هتيجي بقى تفردي القرصة، هتبقى سهلة جدا ومش هتلم معاكي خالص. انا عملت بقى كل قرصة كده 6 فتحات، على حسب ما انت عايزاها تعمليها 4 أو 5، أو على حسب ما انت عايزة ترسميها. لو مش حابة خالص تعملي الشكل ده ممكن تجيبي بقى سكينة وتفتحيها كده من فوق فتحتين جنب بعضيهم، برضه هتديكي شكل حلو. اهم حاجة بس ننوع كده ويبقى شكل القرصة معانا مظبوطة. اللهم بارك، شكلها بجد تحفة. ورصيتها بقى في الصاج، والصاج ما يكونش ممسوح اي مادة دهنية، القرصة بتسوي نفسها اللهم بارك. وسحت بعيد عن بعضه، هغطيه بقى بالكيس عشان ما يعملش معايا طبقة ناشفة. انا كده خلصت بقى الكمية كلها، قمت بقى غطيتها بالكيس علشان هسيبها تخمر. اهم حاجة بقى وقت الخمر وما نستعجلش عليها خالص ونقوم نسوي القرصة. انا سبت القرصة لما اختمرت، خدت معايا كده ساعة الا تلت. يعني في الشتاء هتاخد معاكي وقت، لو في الصيف مش هتاخد غير نص ساعة بس. بعد كده مسحت وشها بالحليب وضفت بقى سمسم على القرصة من فوق. لو مش حابة تضيفي حليب هتعملي مية بسكر وتمسحي الوش عشان تثبت معاكي السمسم. ولو هتعمليها سادة هتمسحي برضو وشها علشان بس يديكي اللون حلو وانت بتسويها. بعد كده قمت شغلت الفرن سخن، واول ما سخن وطيت البلاطة خالص زي الشمعة علشان بس ما تدينيش لون جامد من تحت، ووطيت كمان الجنوب، ودرت بقى الصاج كل شوية. اهم حاجة بقى التسوية، يعني ما نقومش نعمل حاجة خالص، لا نشوف الصاج ونديره كل شوية علشان بس يدينا لون موحد، وكمان ما تحمرش جامد من تحت وتدينا لون جامد من فوق فالقرصة تنشف معانا. اول بقى ما بتطلع من الفرن بغطيها بالكيس. اللهم بارك، القرصة طرية وكمان سواها من فوق ومن تحت حاجة بجد تحفة. القرصة بتتكلم عن نفسها، مش محتاجة ان انا اتكلم عنها. انا إن قعدت اتكلم عن القرصة بجد انا مش هديلها حقها. القرصة خفيفة وكمان طعمها بجد تحفة، وكمان طرية جدا بعد السوا. تقدري بقى تعملي كمية كبيرة وتفرزيها وتنفع معاكي للمدارس، تبقى تديها لأولادك. رسمتها تحفة، أحلى من اللي احنا بنشتريها من بره، وكمان طعمها كمان تحفة علشان عجنينها بالحليب. بتمنى بجد ان انت تمشي على كل خطوة وتعمليها علشان تطلع معاكي مظبوط. اتمنى بقى ان يكون شرحي بسيط، واتمنى ان انت تعملي بلايك واشتراك للقناة، واستناني فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.